اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنعمل مع بعض كده غدا حلو جدا، سعراته بقى قليله. وكل سنه وانتم طيبين. في العيد كده لازم ناكل كبده. هنعمل النهارده بقى كبده مشويه، وهنعملها بطريقه حلوه قوي، وفي نفس الوقت هتكون خفيفه كده ولذيذه جدا. وكمان هنعمل معاها طبق طحينه برضو حلو قوي بطريقه صحيه. وصفتنا النهارده خفيفه وسهله وصحيه، وتحضيرها كده في دقايق، وهياكل منها كل افراد اسرتك وهيشكروكي جدا عليها. تابعيني بقى في الفيديو علشان نشوف الطريقة. يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. في البداية كده انا معايا نص كيلو من الكبدة الشرايح. لازم تكون شرايح، ايوه لازم تكون شرايح، لان احنا هنشويها كده بطريقة حلوة قوي. ومعايا كمان نص كوباية كده من مية البصل. بتجيبي البصل وتبشريه من الناحية الناعمة من المبشرة، وبعد كده تحطي له شوية ملح وتعصريه كده في شاشة او في مصفى. هتبقى معاكي مية بصل حلوة قوي. وكمان معايا معلقة من زيت الزيتون، وثلاث معالق من الخل، وكمان 5 6 فصوص كده من الثوم. وطبعا عصير الليمون مع الكبده مهم جدا. ومعايا كمان ملح وشويه كده توابل هقول لكم عليها، هي بسيطه جدا. فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه. دي التوابل بتاعتنا. جبت كده بوله وهعمل بقى فيها التتبيله. حطيت ميه البصل وزيت الزيتون وكمان الخل. كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي هنحطها في التتبيله. وكمان كده بقى يعني معلقه صغيره من كل البهارات اللي انا قلت عليها. وكمان هاخد 5 6 فصوص من التوم اهرسهم كده واحطهم، طبعا دول بيدوا ريحه حلوه قوي وطعم حلو للكبده. وما ننساش عصير الليمون، ده مهم جدا. وهعمل التتبيله كده، وهبتدي كده ان انا اقلبها مع بعض. وكمان معلقه زيت الزيتون ما تنسوهاش، عشان بتطري الكبده كده وبتخليها جوسي وحلو قوي. خلاص كده حطينا كل المكونات كده مع بعض. هنبتدي بقى نقلبها تقليبه كويسه عشان تندمج كده مع بعض، وننزل بقى بالكبده بتاعتنا او زي ما انتم شايفين كده. هقلب بقى الكبدة مع التتبيلة تقليبة حلوة كده، ده مهم جدا. وهسيبها حوالي يعني ربع ساعة أو نص ساعة أقصى حاجة، مش أكتر من كده. ولو الجو حر قوي يا ريت تدخليها التلاجة. ودلوقتي بقى هجيب الجريل بتاعي، هديه مسحة بسيطة كده من الزيت. وهبتدي كده أنزل بالكبدة بتاعتي، بس أهم حاجة تكون الجريل بتاعتك سخنة. ولو مفيش جريل مفيش أي مشكلة، يبقى أي طاسة غير لاصقة، يعني تيفال جرانيت، اي طاسه عندك هتشتغل وهتبقى حلوه جدا. اهم حاجه ما تكونش الومنيوم، لان احنا ادينا دهنه زيت بسيطه جدا فهتلزق معاكي. لو عملتي في الومنيوم هتلزق معاكي، ما تنفعش خالص. ابتديت احط الكبده بالشكل ده، حطيتها كده حوالي 3 4 دقايق. وببتدي بسرعه ان انا اقلبها الناحيه التانية. شايفين بقى هي ميزه الجريل ان هي بتدي التطليعه دي، بتديكي كده ايه شكل الشوي، بتبقى شكلها حلو جدا. لكن لو مفيش اي مشكله. تكايه بسيطه جدا لو انت عايزه تطلعي بقى ريحه حلوه كده وانت بتشوي الكبده. حط لها كده ايه رشه خل بسيطه، وهي بتتشوح تديكي ريحه حلوه قوي. قفلت الجريل كده دقيقتين عشان اتاكد ان هي استوت حلو قوي. وابتديت كده افتح واشيل الكبده بتاعتي. شايفين بقى الطبقه اللي هي على الجريل دي مفيش اي مشكله. انا بجيب منديل وبمسحها كده، امسحها مسحه حلوه. اوعي تحطي الكبده الدور التاني عليها، علشان انت كده هتحرقيها وهتبوظي الدنيا. لازم تشيلي الجزئيه دي، وبعد كده تحطي الكبده مره تاني. مهم جدا يا جماعه الحته دي. حط بقيت بقى الكبده بتاعتي كده، واشويها برضو بنفس الطريقه. واول ما بلاقيها كده بتشد من الناحيه دي، اروح قلبها الناحيه التانية بسرعه، زي ما عملت برضو في المره الاولانيه. وخلاص كده شايفين بقى هي كده تمام. خلاص كده انا شويت كل الكميه اللي عندي. هحطها كده في الجريل بقى بعد ما طفيت خلاص، بس الكبده ما زالت سخنه. هحط كده فرفوطه من السمنه وعليها كده فحمايه مولعه. طبعا التكايه دي يا جماعه بتدي ريحه الشوي وبتبقى حلوه قوي، بس هي ممكن في دكاتره يقولوا انها مش صحيه. لو عايزه تلغيها مفيش اي مشكله. خلاص كده احنا خلصنا الكبده بتاعتنا. نبتدي بقى نعمل شويه طحينه كده ملهمش حل. طبعا الطحينه اللي بتستخدميها لازم تكوني انت يا اما عاملاها في البيت، يا اما متاكده ان هي معصوره قدامك من السمسم، ما عليهاش اي اضافات تانية، ولا دقيق ولا زيت ولا الكلام ده. جبت كده حوالي 3 4 معالق من الطحينه، حطيت عليهم 3 4 معالق من الخل. وابتدات كده احط ايه بقى التوابل بتاعتي، ملح كمون شطه، مش اكتر من كده. ملح وكمون وشطه. وهقلبهم بقى بالشكل ده، وبنزل بالميه تدريجي اهو زي ما انتم شايفين كده. هقلبها بقى كويس وانزل بالميه كده تدريجي، كل ما بتحتاج ميه انا بنزل لها. وبالشوكه بتاعتي ببتدي اربها بالشكل ده. هتبصي تلاقي اللون بتاعها افتحها وبقى لونها ابيض جدا. طبعا كده بقت تمام. معايا كوبايه كده من الزبادي، هضيفها بقى للطحينه بعد ما ربيتها كده مع التوابل والميه. وخلاص ما بقاش فيها اي تكتلات. هضيف بقى علبه الزبادي بتاعتي. وخلاص كده الطحينه بتاعتي جاهزه، بس تكايه بسيطه كده بقى تديلها طعم وريحه. فصين من الثوم، دي بقى بتديلها طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي للطحينه بتاعتك.
وخلاص كده بتبقى جاهزة الطحينة، أحلى سلطة طحين. طبعا عملت بقى جنب الكبدة المشوية بتاعتنا وطبق سلطة طحينة، لازم طبق سلطة خضراء، لازم، ده مهم جدا. أهم حاجة عشان الأكلة بتاعتك تكون مفيدة، تاكلي كده شوية خضروات، يعني تتمثل كده في طبق سلطة. شايفين بقى الوصفة بتاعتنا النهاردة؟ طبعا عملناها بطريقة صحية وسهلة كده وبسيطة، وتنفع لكل أفراد الأسرة، وحلوة ليكي قوي لو بتعملي دايت. وما ينفعش يعدي العيد من غير ما ناكل كبدة. أنا بتمنى تكون أكلتنا النهاردة أو وصفتنا النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا بقى، سلام، باي باي.